نطق الحروف المتحركة أ أ إي. حرف الإجريج اسمه إيجريج بس ينطق إي. حرف اليو يتنطق إي. بعد كده أو. معنى حروف متحركة يعني هي الحروف اللي بتبقى في الكلمة ممدودة. يعني هندي كلمات على كل حرف، وليكن حرف الاي بالانجلش، ولكن بالفرنش بالفرنسي ننطقه اي. الف مكسوره اي، يعني هو بالفرنسي اسمها ايه؟ ايل. ايل. حرف الاو بيتنطق او عادي. بيتنطق او عادي. بيساويه بالعربي حرف الواو، زي ما بقول ايه؟ محمود. يبقى انا مديت في الواو. يبقى وانا بعرف ابني بدايات الفرنساوي اهم حاجه اركز فيهم الحروف المتحركه، لانهم هم اللي بينطقوا الكلمه. يعني انا حرف الاو اسمه او، يبقى هنطقه في الكلمه او. مثال كلمه اونكل. اونكل بالانجليزي انكل عم، لا بالفرنسي اسمها اونكل. اونكل. حرف اليو بالفرنساوي اسمه اي، يعني انا بنطقها اللي هي اي بس مع ضم الشفتين. بقول ايه بقى؟ يعني اقول اي بس اخلي الشفتين مضمومين، يبقى اقول ايه؟ اي. زي ما اقول انت بالفرنسا اسمها ايه؟ تي. حرف الاجراج ممكن في ناس بتنطق نقول ايجريج او ايجريج. اسمه حاجه ولكن نطقه في الكلمه ينطق زي حرف الاي، يعني يتنطق اي. اي. ندي اكزامبل مثال. قلم جاف اسمها استيلو. يبقى انا اسمه ايجريج، اسمه بالانجلش اسمه واي، بالفرنسي اسمه ايجريج. ايجريج. ولكن ينطق اي، يبقى اسمها استيلو. اسمها استيلو، يعني قلم جاف. حرف الاو بالانجليزي اسمه اي. الحاجه المكسوره في الانجليزي بنفتحها في الفرنساوي. يعني انا بقول او، يبقى اب يعني ايه؟ بير. بير. ما اقولش، ما انطقوش اي. بير. وبننطق حرف الار ينفع انطقه حرف غين، يعني ممكن اقول ايه؟ بيغ. بيغ يعني اب. والصح برضو بير. ليه بننطق حرف الار اللي هو الار غين؟ لاني كان ملك فرنسا كان الدغ في حرف الار، يعني كان ينطق ما يقول ايه؟ بدل ما يقول شكرا ميرسي يقول ايه؟ ميرسي. بدل ما يقول اسف باردون يقول باردون. اب بدل ما يقول بير يقول ايه؟ بيغ. بس الاتنين صح. ممكن انطق ار او اغ. يبقى حرف الاو بالانجليزي اسمه اي. يبقى عايز تظبط نطق لاي طالب او اي لابنك، ظبط له الحروف اللي في فيال اللي هي. بننطق حرف الاي في الانجليزي اي، ولكن الفرنساوي بنطقه اه. زي كلمة اسف بنقول باردون. في ناس في باريس عاصمة فرنسا بتنطق حرف الار اللي هو الار بالانجلش اغ، يعني اقول ايه؟ باردون. باردون يعني اسف. وينفع برضه اقول باردون. باردون. طب كلمة باردون فيها كام حرف متحرك؟ فيها حرف الآ والأو. لو حذفنا حرف الآ والأو مفيش نطق. أي كلمة في اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية لازم يكون فيها حرف متحرك، لأن هي الحروف الممدودة. يعني أنا مديت في الآ باردون.